هنعمل النهارده طبق محبب للكل، جميل كلنا بنعشقه. طبق المكرونه بالصوص الابيض بطريقه بسيطه بالثوم والزعتر. غليت ميه على النار، هضيف معلقه زيت صغيره، معلقه ملح صغيره، هنزل عليها بكيس مكرونه اقلام. استوت معايا المكرونه بالشكل ده وبقت 3/4 سوا، لسه فيها عضه خفيفه بالشكل ده. هطفي عليها النار، حله على النار، ضفت فيها مكعب زبده كبير، هضيف لها معلقتين زيت كبار، بالشكل ده عشان الزبده ما تتحرقش. الصوص الابيض بالزبده بيبقى طعمه خطير. ساحت الزبده معايا بالشكل ده، هنزل بفص ثوم كبير مفروم ناعم، معاه نص قرن فلفل احمر بارد بالشكل ده. هشوح، هرش عليهم رشه من الفلفل، رشه خفيفه من الملح، هشوحهم مع بعض لحد ما ريحه الثوم تطلع عليا من غير ما الثوم ياخد لون. هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الدقيق، هقلب الدقيق لحد ما اطلع منه الرطوبه ويتحمص معايا من غير ما ياخد لون. انا في الصوص الابيض او البشاميل بحب احط الماده الدهنيه اكتر شويه من الدقيق. يتحمص معايا الدقيق بالشكل ده، هجيب كوبايتين من اللبن واقلب بسرعه. ضفت كوبايه ميه سلق المكرونه عشان اخلي قوام الصوص بتاعي كريمي وناعم. هضيف مثلثين من الجبنه. غلي معايا الصوص بالشكل ده، هتبله ملح وفلفل وزعتر. بعد ما غلي الصوص كده مرتين 3 والدقيق استوى، هنزل بالمكرونه عليه عشان تكمل تسويتها معاه. كنا سايبينها 3/4 سوا عشان تتشرب من الصوص وتاخد الطعم الحلو بتاعه. ظبطت ملح المكرونه واتشربت كده من الصوص، بقى معايا بالقوام الحلو ده. هطفي عليها النار وبكده المكرونه بقت جاهزه. وبكده طبق المكرونه بتاعنا بالصوص الابيض الجميل بقى جاهز.